وازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ كويسين؟ تمام. رمضان ابتدى وهنبتدي معاه نكمل بقية الدرس المرة اللي فاتت، ومعلش كان في مشاكل في الصوت فممكن ان احنا نعيده تاني. طبعا وقفنا عند نسيم البر والبحر. طبعا كان ده جواب السؤال اللي فوق سنجيبه لكم، اللي هو بما تفسر حدوث نسيم البر والبحر. فهو ده كان السؤال بتاعه. فطبعا هنبتدي تحدث نتيجة اختلاف درجة الحرارة من على اليابس والماء المتجاورين أثناء الليل والنهار. معناه الكلام ده معناه إن احنا عرفنا إن اليابس أهو والماء أهو. اليابس بيمتص الحرارة أسرع من الماء، يعني أهو يابس أهو بيمتص الحرارة أسرع من الماء، وطبعا طالما بيمتص الحرارة أسرع طبعا هيبرد أسرع. فطبعا ده بيبقى اختلاف في درجات الحرارة من الليل والنهار. طبعا نسيم البحر بيحدث في النهار، إنما نسيم البر بيحدث في الليل. حيث ترتفع حرارة الفوق اليابس فترتفع الهواء إلى أعلى ويحل محله هواء بارد من ناحية البحر ويسمى نسيم البحر. طبعا نسيم البر حيث يكون فوق الماء دافئا من الهواء، أدفأ من الهواء على اليابس فيرتفع ويحل محله هواء بارد من ناحية البر ويسمى نسيم البر. طبعا معناه الكلام ده ان مثلا لو جبنا جبنا حتة ارض كده حمراء لونها احمر، وجبنا المية لونها طبعا ازرق، نجيب اللون اللبني وجينا شفنا كده. لو جينا ثانية، لو جينا فتحنا كده اللون الاسود، نتخن شوية، لو جينا نشوف هنلاقي لو جينا كده ده هتكون في الصبح يعني احر من ده، فطبعا هيكون ده الهواء بتاعه هيرتفع هيطلع فوق، وده الهواء بتاعه هيجي كده في الناس اللي واقفة. معناه الكلام ده معناه هديك مثل كده، انت قاعد دلوقتي في على الشط كده في اسكندرية، انت قاعد دلوقتي في على الشط كده في اسكندرية او شرم الشيخ او الكلام ده، ساعات تلاقي هوا بارد كده هب عليك مرة واحدة. هو ده نسيم البحر، ان انت الهوا انت بتكون قاعد في صهد فالهوا يجي ينطر عليك كده ويديك بعض الانتعاش كده. طيب نسيم البر بقى ده بيحدث في الليل، بيحدث كده في الليل. بيكون ايه سببه؟ نمسح بس الكلام ده تاني، نرسم بقى البحر، نمسح كل الكلام ده عشان نقدر نعمله. لو جبنا اهو اهو المية ده سطح الماء، ونعمل المرة دي سطح الأرض بالأصفر أهو. فلو جينا نشوف ده بالليل هيكون بارد، يعني خلاص حرارة راحت. جيب القلم بس، ده كده الحرارة بتاعته راحت. طب ده هيكون دافي. دافي ليه؟ دافي لأن ده ما بيمتصش أو يشيل الحرارة من عليه بسرعة، ده بيعملها ببطء، عملية بطيئة. فده الهواء بتاعه هيطلع لفوق، وده هيجي مكانه هواء بارد. فهتيجي بالليل هتلاقي ان انت قاعد في البحر دافي وفيه هواء من البر بيجيلك، فده بيبقى اسمه نسيم البر. وفي تركية خليكم تحفظوا البتاع اللي تحت ده في التعريف اللي تحت، او بيحدث امتى. حيث ان انت لو جيت شفت نسيم البر هتلاقي ان اول حاجة جت اللي هي الماء، اللي هي عكسها. في ما بين ده وده علاقة، زي ما بيقول رياح عكسية علاقة عكسية، برضو في نفس الحكاية هنا. لو جينا نشوف كده
في علاقة عكسية ما بينهم. فطبعا هتلاقي ان نسيم البحر يبقى فوق اليابس، نسيم البر يبقى فوق الماء. تمام. وفي ناس هتحفظها ان نسيم البر هيجي من البر ونسيم البحر هيجي من البحر، بس دي طريقة افضل يعني ان انت تحفظها. هنمسح الكلام ده ونكمل باقي الحلقة. طبعا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان تشوف في كل فيديوهاتنا اول باول. طبعا بقى ندخل في الامطار. الامطار دي سلاسل الامطار، يعني السبب تحدث نتيجة ان الرياح تقوم بحمل بخار الماء الناتج من نتيجة تسخين الحرارة للمسطحات المائية. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو جينا اهو وشوفنا هنلاقي ايه، ان المسطحات المائية بتتبخر وتتحول الى رياح، تحول الرياح كده. فطبعا هتكون الرياح خلاص جت، واليابس فيه تركة تانية حاجة اسمها الملاحات. بيجيبوا مية البحر يحفروا حفرة، بعد كده يجيبوا مية البحر ويحطوا في الحفرة دي المية، بعد كده يتبخر. الكلام ده بيحصل في السواحل وكده، فبتتبخر المية. فطبعا بيفضل الملح موجود وبيجيلنا منه ملح الطعام. طبعا انواع الرياح بتكون الامطار، قصدي المطر التصاعدي، المطر التضاريسي، والمطر الاعصاري. لو جينا بقى ايه نشوف كل واحدة فيهم. المطر التصاعدي يحدث في المناطق الاستوائية. طبعا احنا خدنا في المناطق الاستوائية دي، هنرسم ثانية. لو جينا رسمنا ادي اهو خط، ده القطب الشمالي، وده مدار السرطان، او ناحية 30 كده، او مدار السرطان مش مهم، وده خط الاستواء، وده مدار ده مدار الجدي، وده مدار السرطان. بعد كده القطب الشمالي. هنلاقي ان في خط الاستواء اي حاجة بتكون ما بين، يعني موجودة هنا كده، ده احنا بنسميها حاجة ايه، بنسميها مناطق استوائية على خط، على ايه، على دائرة الاستواء. طبعا بنمسح الكلام ده كله. ثانية. طيب هنمسح الكلام ده كله ونرجع لكم. طبعا المطر التصاعدي بيحدث في المناطق الاستوائية بسبب سقوطه نتيجة صعود أبخار الماء لطبقات الجو العليا، فيبرد الهواء ويتكثف بخار الماء ويسقط على شكل مطر غزير. يعني شايفين التعريف ده كله؟ ده لو قالك بما تفسر سقوط المطر التصاعدي هتكتب له كل ده. طيب المطر التضاريسي. المطر التضاريسي ده يا مستر، المطر التضاريسي ده بيحدث في التضاريس. طيب سبب سقوطه ايه؟ يحدث نتيجة اصطدام الرياح المحمل ببخار الماء بالجبال، فيصعد الهواء ويبرد ويتكثف بخار الماء ويسقط على شكل مطر. معناه ايه؟ ان احنا خدنا ان جبل ايفرست مليان تلج، قمة جبل ايفرست مليان تلج. فطبعا التلج ده بيكون بسبب ان حاجة احنا قلناها، ان لو جينا نجيب المية اهو، لو جبنا المية، ثانية واحدة نمسح الكلام ده. لو جبنا سطح الماء كده، خدنا ان كل ما ارتفعنا عن سطح الماء 150 متر بتقل درجة الحرارة 1 مئوي، اهو 1 مئوي، درجة مئوية دي. يعني هتلاقي جبل ايفرست لو كنا نرسمه كده، قمة الجبل ده هتلاقيها تليج، والباقي هتلاقيه يعني
هو يا اما اصفر يا اما كده حور ده يعني. يعني هتلاقي ان فوق هنا الجليد مش طبيعي وجو قارس فوق. فطبعا ده سبب ان قمة جبل ايفرست بتكون ثلجية. طب ليه اخترنا الماء ما اخترناش الارض؟ طبعا الجواب ده انت هتقوله تحت في التعليقات. طبعا بقى ايه، احنا كده خلصنا المطر التصاعدي والمطر التضاريسي، ناقص لنا المطر الاعصاري. هو ايه المطر الاعصاري ده؟ نعرف اول حاجة سبب سقوطه. هو لو هتلاحظوا حاجة، المطر التصاعدي الوحيد اللي ذكر هو بيحصل فين. يعني المطر التضاريسي والمطر الإعصاري ده بيحصل في مناطق عشوائية، تمام؟ يعني الاتنين دولت كده بيحصل في مناطق عشوائية، إنما ده بيحدث في، لو جينا نشوف كده عملنا حتة دي كده من الكرة الأرضية، ده اللي بيحصل فيها المطر التصاعدي في ناحية مناطق استوائية. نمسح الكلام ده عشان نعرف نشرح بقية الحاجة. المطر الإعصاري ده يحدث عند تقابل الهواء البارد مع الهواء الساخن محمل ببخار الماء. فطبعا يصعد الهواء الساخن فوق البارد ويتكثف وتسقط الأمطار المصحوبة بالرعد والبرد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جينا نشوف كده، انتوا خدتوا حاجة في العلوم او الساينس السنة اللي فاتت، كان في اول درس تقريبا، ان لو الحاجة بقت سخنة، حاجة بقت عاملة ساخن يعني، فبتطلع لفوق في الدنستي بتاعتها او الكثافة بتاعتها بتقل. انما لو البارد بتنزل لتحت بتكون اتقل. يعني لو جيت كده لقيت الفريزر فوق، هتلاقي ان الهواء بتاعها بينزل مش بيطلع. يعني هو المفروض هواء، فهو بينزل مش بيطلع. فده بيكون سبب كثافة المية، كثافة الهواء بتكون قليلة لما بيكون يعني لما بيكون سخن بيكون كثافته قليلة، انما لو بارد كثافته بتكون عالية. وطبعا نكون كده خلصنا ثالثا الامطار. تعالوا نشوف حاجة تانية، نمسح بس الكلام ده ونرجع لكم. طبعا لو جينا نشوف هنلاقي ان في توزيع جغرافي للمطر للامطار. التوزيع الجغرافي ده يا مستر بيسألني سؤال، بما تفسر تختلف كمية سقوط الأمطار على سطح الأرض لاختلاف أنواع الرياح واتجاهها وأنواع الأمطار. يعني لو كنا نشوف هنلاقي إن الرياح والضغط الجوي يعني في يعني في زي ما بنقول كده إيه، إن هما الاتنين بيأثروا في بعض، تأثير ما بين المطر والرياح. لو جينا نشوف مناطق توزيع المطر هنلاقي ان مناطق التوزيع بتاعته مناطق غزيرة المطر، المناطق الواقعة حول خط الاستواء اللي هي المناطق الاستوائية. مناطق متوسطة المطر بتكون المناطق الموقعة على الساحل الشمالي للبحر المتوسط في اوروبا. يعني طبعا هو كلام غلط، المفروض تتكتب في خطأ مطبعي، المفروض اوروبا تتكتب بعد الره واو. فطبعا بيكون ساعتها ايه، في مناطق نادرة خالص، بس الصحراء الكبرى في شمال افريقيا. طبعا في حاجة اسمها اسمه ده الصحراء الكبرى في شمال افريقيا، بتكون مصر من ضمنها، يعني مناطق صحراوية كده. فطبعا مناطق توزيع المطر دي هتكون حفظ ومهم، تمام. حفظ البتاع ده مهم جدا من اول هنا لحد الاخر.
طبعا دي هتكون حفظ عليكم، وان شاء الله هتكونوا مقفلين الدراسات مع يوميات عمر وسلمى. نمسح بس الكلام ده كله ونرجع لكم. طبعا في حاجة هنا اسمها بما تفسر. بما تفسر ده هيكون سؤال شايفين كده، ده كده كله هتحله معاك في البيت، وما تاخدش الأسئلة من فوق، تاخدش كده الأسئلة من فوق، ممنوع. خد كده، ولو انت اساسا خشيت في الأسئلة انت بتخش نفسك مش بتخشني. وطبعا عشان انت اللي بتستفيد او مضطر من الواجب، او انت ما عملتوش او عملته. فطبعا هنحل ده معانا. صنف ميالي التي تتنمي إليها. صنف الرياح التي تنتمي إليها. طبعا الكلام ده كله احنا خدناه فوق، فده هيكون واجب برضو. وده طبعا حاجات سهلة، النار، حرارة، وضغط، والرياح. ويعني بص من الآخر كده الصفحة دي كلها مهمة وهتكون عليك واجب. وتكون خلصت حلقتنا للنهاردة. ياريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، وكمان تعليق عشان تشوف فيديوهاتنا أول بأول. ومع السلامة، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. مع السلامة.